ركعتان في يوم الأربعاء من صلاها رفع الله عنه ظلمة القبر إلى يوم القيامة، وأعطاه الله ألف نور، وكتب له عباد السنة، وبيض وجهه، وأعطاه كتابه بيمينه. من صلى صلاة يوم الأربعاء، وهذا ضمان من النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. من صلى هذه الصلاة، كيفية هذه الصلاة؟ الصلاة بسيطة جدا، ركعتان مثل صلاة الصبح. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها مرة. ومن لم يحفظ هذه السورة بإمكانه أن يقرأها عن طريق الموبايل أو عن طريق المصحف الشريف وهو بصلاة، وهي من قصار الصور. وثلاث مرات قل هو الله أحد في كل ركعة. وكرر الصلاة ركعتان مثل صلاة الصبح. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وإذا زلزلت الأرض زلزالها مرة، وثلاث مرات قل هو الله أحد. نية هذه الصلاة تقول أصلي صلاة يوم الأربعاء قربة إلى الله. وقت هذه الصلاة يكون بعد الفجر وينتهي ما قبل المغرب، يعني وقت مفتوح لك، وبإمكانك أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس. فنرجو من جميع الأحبة الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع ليصل إلى الجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.